يحكوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يقولوا باللي سافر عبر الزمن. هذه قضية معجزات. سما هو الرسول معجزات مات يعني رياضيات وفيزياء. هذه يقولوا باللي سافر عبر الزمن في الإسراء والمعراج. في الإسراء والمعراج هو شي يقول لك من مكة للقدس، وبعديك من القدس للسماء السبع في رمش تعين كي كمل الرحلة تاعو. قال لك حتى السير تاعو بالك مازال سخون. بصح في الجانب الفيزيائي تحققت في الواقع. ماشي معجزة أنه كسرنا القواعد الفيزياء، وإنما أنه ربي سبحانه وفر الظروف المناسبه باش تصرى اللي بوتيتر العلم تاعنا حنا مازال ما لحقش ليها. يقولوا ما اوتيتم من العلم الا قليلا. والحاجه الاخرى هي فاش راح هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البراق. مش اسمه البراق؟ علاش اسمه البراق؟ سما جاي من البرق يعني بمعنى سما سرعه الضوء. صح. سما كاين بزاف يقول لك سافر عبر الزمن والحق لسرعه الضوء، بوتيتر حتى ديباس سرعه الضوء. قالوا باللي البروفيت صلى الله عليه وسلم كي طاح في البراق ديباسا سرعه الضوء، قال لك باللي راح ولا كيعاود ولا بوتيتر كان ولا قبل الوقت اللي راح فيه. باش اسكو فهمتها ولا ما فهمتش؟ صحيح فهمتك. هذاك شو ديباس سرعه الضوء يولي بنيغاتي كيما قلت لك. يعاود يولي قبل ما يروح. عبالي باللي هذه تدخل في المعضلات تاع الفيزياء. فكره ممكن تصير. سما صارت امورات اكثر من هذا. سما اون فوا تاع انه طلع السماوات السبع، سما هذه حاجه سما نقولوا مستحيله. حتى الكفار كي سمعوها هذه كيف قال لك راحوا لابو بكر الصديق قال له انت صديقك كاد غير يخلط برك مش كاد يدير فيها هضره قد باعتماد على النظريه النسبيه تاع اينشتاين. وش يقول لك كي تلحق سرعه الضوء الزمن بالنسبه لك يتوقف. باش تلحق انك ترجع بالزمن سما لازم يكون الزمن تاعك بالنيجاتيف هنا. سما لازم تديباسي سرعه تاع الضوء. مين المشكل هذه؟ ولا يقول لك درك النظريه هذه مستحيله. الضوء ما عندوش كتله، واحنا اي جسم في الدنيا ذي عنده الكتله. ما يقول لك انك باش تلحق سرعه الضوء لازم تكون الكتله تاعك منعدمه. احنا اصلا باش نوصل سرعه الضوء مستحيل حاليا. هذيك في المستقبل ممكن تكون. هي حاليا يعني تيريوكمون باللي مويا اللي عندنا دركا ما امبوسيبل تلحق لها. الانسان روحاني وديني شويه. بيان سور. تري بيان.